لما اتجوزت أنا وحمادة اتفقنا من الأول إننا نبقى إيد واحدة. كل حاجة بالنص، حتى إيجار الشقة. هو اللي اختار الشقة وقال إن إيجارها 10,000 جنيه، واتفقنا إني أدفع 5,000 وهو يدفع الباقي، وهو كمان اللي يتولى تسليم الإيجار لصاحب البيت. سنتين كاملين، وأنا فاكرة إن حياتي ماشية صح لحد اليوم اللي غير كل حاجة. كنت راجعة من الشغل والأسانسير عاطل بيا أنا وجارتنا، دردشنا شوية لحد ما قالت جملة قلبت الدنيا: هي طنط فايزة وحمادة مش ناويين يجددوا شقتهم؟ استغربت وقلت: شقتهم؟ دي إحنا مأجرينها. بصت لي باستغراب وقالت: مأجرين إيه يا بنتي؟ دي ملك حماتك من زمان، وحمادة كان ساكن فيها قبل كده. في اللحظة دي حسيت إن الأرض اتسحبت من تحت رجلي. أنا ما كنتش بدفع إيجار، أنا كنت بدفع لهم هم. سنتين، كل شهر 5,000 جنيه، يعني 120,000 جنيه راحت كده بكل سهولة. دخلت الشقة وأنا مولعة من جوايا، بس سكت وقررت ألعبها صح. مسكت الموبايل وكلمته بصوت هادي: هو ميعاد الإيجار إمتى يا حبيبي؟ قال: عادي جدا، يوم 28 زي كل شهر. ومن هنا بدأت خطتي. أسبوعين كاملين وأنا الزوجة المثالية، ضحك، اهتمام، أكل، وكل حاجة زي الفل. لكن الحقيقة أنا كنت بحضر أكبر مفاجأة في حياته. وجي يوم 28 رجع البيت لقى الشنط جاهزة، ولقى واحد قاعد مستنيه، محامي. بص لي مصدوم وقال: إيه ده؟ ابتسمت وقلت له بهدوء: قاتل ده حساب سنتين يا حمادة. كل جنيه دفعته ومعاه تعويض كمان. المحامي فتح الملف وقال: معانا تسجيلات ورسائل وشهود، ولو ما تمش السداد في قضية نصب جاهزة. لون وجهه اتغير، وساعتها بس فهم إنه وقع. حاول يتكلم، يبرر، يلف ويدور، لكن المرة دي مفيش هزار. بعد أيام قليلة اتنازل عن كل حاجة ورجع الفلوس كاملة، وكتب كمان تعويض باسمي. وأنا خرجت من الشقة مش مكسورة، لكن أقوى من أي وقت فات. وآخر حاجة قلتها له قبل ما أمشي: الفلوس ممكن ترجع، بس الثقة عمرها ما بترجع.